حبايبنا عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني. لسه ماتش الزمالك خلصان دلوقتي وبتفرج عليه بصراحه. ماتش فيه تفاصيل كتير قوي، فيه كلام كتير قوي. الزمالك لعب الجيم بتاعه الطبيعي، جيم التحولات، ولكن انت عندك مشكله وهنتكلم عليها. طول الماتش الزمالك نفس المشكله اللي واجهته مع الاهلي كانت بتواجهه مع اتحاد العاصمه. الكره التانيه ما بياخدهاش، الكره التانيه مفقوده، سواء هو اللي لعبها او الاتحاد العاصمه اللي لعب الطوليه. مفيش كره تانيه. تقريبا اتنين تقريبا اللي خدهم الزمالك او حاجه زي كده. وكوره تانية بيلعب عليها، كوره بتاعت شيكو بانزا في ظهر الباك اليمين، نفعت ورحت بيها وجبت جون واتلغى. انا مش خبير تحكيمي، بس انا بصراحه شايفها ان لو انا فريق اتحاد العاصمه واللعيب زق بالكتف في ظهر فاول، يعني انا شايفها كده. حتى في الجون اللي اتلغى، ضربة الجزاء بتاعت حسام عبد المجيد ضربة جزاء صحيحة 100%، وده تهور حسام عبد المجيد. برضه يعني لعيبة الزمالك متهورة جدا. ليه تطلع طلعة زي دي؟ انت زائق بإيديك، هاند، وركبتك، كل حاجة انت عملتها عشان يتحسب عليك ضربة جزاء. فطب وليه؟ كرة قبلها الونش داخل في جنب رجل اللاعب، ده برضه كرة بس الحكم ما حسبهاش. اوكي، مش هنتكلم على اللي ما حسبوش، هنتكلم على اللي حسب. ضربة جزاء صحيحة ضيعت منك جون بتاع بزيرة. ليه كابتن معتمد جمال يعني نزله في ماتش زي ده؟ بزيرة لسه خارج من 4 أيام بالظبط إصابة. لو عنده شد في الخلفية مش هيخف، لو شد في الخلفية مش هيخف. إنما ده أكيد خد مسكن أو خد حقنة هي اللي عملت كده. طب أنت لو حصل أي مضاعفات أنت هتخسره في ماتش الإياب اللي هو عندك في أرضك. ليه أصلا الإصرار إن أنا لاعب أدب كاد مهاجم؟ انا مش فاهمها. انا فضلت واقف شويه بحاول اجمع انت ليه بتلعب بادم كايد مهاجم؟ يعني يعني انت عندك علاء الدباغ، عندك سيف الجزيره، عندك ناصر منسي. حتى لما قررت تنزل بزيره بتلعب برضه بزيره مهاجم، وعلاء الدباغ هو جناح مش هيتغير، هيفضل جناح. كل دي قرارات انا مش فاهمها. انت حتى الكره التانيه مش عارف تاخدها. طب العب بعلاء الدباغ، على الاقل طويل ممكن يستلم الكره التانيه، ممكن يريح على شيكو بانزا. انما لا، انت كنت بتخسر الكرات الطوليه، كنت بتخسر الكرات التانيه كلها. مفيش اي استغلال. الكره الوحيده اللي كان الزمالك شاطر فيها انه بيلعب الطوليه على شيكو بانزا. طيب، ماتش خلص بهزيمه الزمالك وهارد لك. طب هتعمل ايه بقى في العوده؟ دي المشكلة اللي لازم كابتن معتمد جمال يقعد يشتغل عليها طول الأسبوع ده. الزمالك فريق تحولات، الزمالك ما بيقابل ميديم بلوك ويبدأ يعمل الترانزيشن. طب انت هتعمل ترانزيشن ازاي دلوقتي وانت الفرقة اصلا هي اللي هتقابلك ميديم بلوك وممكن كمان له بلوك؟ عادي، ما انا كسبان 1-0 ومش محتاج ان انا هاجم، مش محتاج ان انا ندافع. بل بالعكس، كل لما الوقت بيعدي كل لما لعيبه الزمالك هتكون متسربعه. فلازم يكون لعيبة الزمالك عندها فكرة وعندها كورة أو هجمات هي اللي تخليها توصل، تجيب جون بدري، على الأقل تاخد نفسها. في النهاية آخر حاجة ممكن تكون فعلا سببت أزمة في الزمالك مش الهزيمة ولا الجون اللي جه في آخر الماتش ولا الإحباط. طرد بنتائج، طرد بنتائج خسرك فتوح في نص الملعب. خلاص انت هتضطر ترجع فتوح باك شمال، انت خسرت في نص الملعب. في نص الملعب اللي جاي هتلعب في محمد السيد او احمد ربيعه وجنبهم شحات وعبد الله السعيد. شحاته، محمد شحاته. طبعا بقاء لله وربنا يرحم والده. كفايه مزايدات، كفايه ازاي بيلعب ووالده ميت. يا جماعه ما حدش يعرف الاحساس ده بيكون عامل ازاي. ده والده ميت، وارد بيلهي نفسه عشان ما يكتئبش، عشان ما يجرالوش حاجه، بيلهي نفسه في حاجه، بيلهي نفسه في شغله. خلينا متفقين ان كلنا ايا كان الظرف اللي بيجي لنا بتنزل بعدها بيومين او 3 شغل وبتشتغل وبتضحك وبتتعامل عشان تلهي نفسك وتطلع من الحاله دي. محدش يزايد في حاله الوفاه، ولا جمهور الزمالك اللي بيطالبوا انه يلعب الماتش، ولا جمهور الزمالك اللي بيستغرب انه لعب الماتش، ولا جمهور الاهلي اللي مستغرب ان هو لعب. يعني الموضوع ده بالذات بلاش مزايدات. يعني الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. بلاش نخش في الجزئية دي. في النهاية نتمنى التوفيق للزمالك، وإن شاء الله نفسي أشوف بقى الزمالك هيعمل إيه في ماتش العودة لما يكون مطلوب منه إن هو يبني هجمة وإن هو يروح على المرمى.